بمناسبة اليوم العالمي للشباب اللي هو بيجي كل سنة من 1 أغسطس لحد 15 أغسطس، كل البنوك المصرية بتعمل مبادرة الشمول المالي. يعني إيه حساب شمول مالي؟ يعني تقدر تفتح حساب بنكي بدون حد أدنى وبدون رسوم إدارية وحتى بطاقة الخصم المباشر اللي بتاخدها مجانا. فأنت زي ما هتدخل البنك زي ما هتطلع منه مش هتخسر أي حاجة. طب إيه البنوك اللي في المبادرة دي؟ كل البنوك المصرية، بنك مصر والبنك الأهلي والعربي الافريقي وبنك القاهره والسي اي بي والكيو ام بي وبنوك كتير جدا. وانا عارضها لك اهو في الفيديو من صفحه كل بنك وهو بيتكلم على مبادره الشمول المالي، وهسيب لك مقاله في وصف الفيديو فيها بقى كل بنك بالتفصيل وايه شروطه. واحد دلوقتي هيقول لي طب هو من عمر كام؟ من اول 16 سنه تقدر تفتح حساب، سواء بقى حساب شباب حساب بالغين ايا كان عمرك. واحد تاني هيقول لي يعني هو الحساب ده هيفضل مجانا تماما؟ لا، هو بيفضل مجانا لحد اخر السنه اللي فيها العرض. يعني مثلا اخر السنه دي شهر 12، من اول شهر واحد يبتدي يحسب عليك رسوم اداريه. بس انت هتبقى كسبت ان انت بدل ما تروح تفتح حساب بنكي وتحط فيه حد ادنى، انت مش مطلوب منك الاربع شهور دي حد ادنى، ولا مطلوب منك رسوم اداريه بتاعت كل 3 شهور، ولا مطلوب منك حتى سعر بطاقه الخصم المباشر الا اغلبيه البنوك بتطلعها لك من نوع كارت ميزه. بعض البنوك ممكن تطلع لك فيزا او ماستر كارد، او انت بقى تطلعها على حسابك لو عايز. بس انا مش شايف ان في اي فرق لان هم كلهم في الفترة الحالية مش بيشتغلوا دولي. لكن بقى من أول السنة اللي بعد العرض ده، يعني من أول مثلا شهر واحد، لازم تحط حد أدنى على حسب بقى كل بنك بيطلب منك حد أدنى قد إيه، ويبتدي يتخصم منك كل 3 شهور عادي. لكن أنت بتستفيد في الفترة دي إن أنت بتطلع كل ده مجانا. وعلى فكرة في حسابات زي وفر من بنك القاهرة وحسابات زي بداية من السي اي بي أصلا مش بيطلبوا حد أدنى في الطبيعي، فأنت كده كده لو فتحتهم مش خسران أي حاجة ولا دلوقتي ولا بعدين. السؤال بقى المهم، هل البنوك بتطلب منك إثبات دخل ولا لأ؟ بص، أغلبية البنوك كاتبة بالبطاقة الشخصية فقط، لكن يفضل طبعا لو انت شاب من 16 ل 21 يعني مكتوب لك طالب في البطاقة دي مش بيتكلموا عليها خالص. لكن لو انت بقى من حساب البالغين يفضل يكون مكتوب لك وظيفة في البطاقة لو معاك اثبات دخل كده عشان الموظف ما يكلمكش. واسيب لكم بقى المقالة اللي في وصف الفيديو فيها كل بنك وتفصيلته. وانت برضو لو عايز تتأكد بنفسك ممكن تكلم البنك تستعلم منه هو طالب منك اثبات دخل ولا لا، لان في بعض البنوك ممكن موظفين يغلسوا في الوقت بتاع اثبات الدخل. لكن ايا كان بنوك زي البنوك الحكوميه وبنك زي بنك القاهره وبنك زي السي اي بي مش هيطلبوا منك اي اثبات دخل. طب السؤال الاخير هنا، هل حسابات الشمول المالي دي للجنيه المصري فقط ولا كمان للدولار الامريكي؟ لا، للجنيه المصري فقط، مفيش حساب للشمول المالي لحسابات الدولار الامريكي. انا اتكلمت قبل كده على حسابات الدولار الامريكي، هتلاقوها في وصف الفيديو، تبقوا تشوفوا بقى رسوم كل واحد. فانا شايف ان دي فتره كويسه جدا ممكن تستغلها وتروح تفتح حسابك البنكي، لان انت هتتمتع بحساب كامل، ليك انترنت بنكي وليك ايبان تقدر تستقبل عليه حواله من اي حته في العالم، وتقدر تستفيد من بطاقه الخصم المباشر وتربطها بانستا باي. عجبك الحساب؟ تمام. ما عجبكش بعد كده تبقى تقفله وتفتح غيره في المبادرات الجايه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.